يا ترى إيه اللي بيحصل لما بنتعرض لموقف محرج جدا أو صدمة نفسية؟ كل واحد فينا بيختلف في آليات الدفاع، وده على حسب طبيعة شخصية كل واحد. أهلا وسهلا بيكم دكتورة هند عزت، برنامج معلومة نفسية على الماشي. رغم إن أنت اتعرضت لموقف محرج وحسيت فيه بالضعف والعجز والهزيمة، لكن عقلك ما بيقبلش أبدا إن هو بان في موقف ضعف أو هزيمة، لأن النفس البشرية كده ما تقدرش تستحمل أبدا، لأن هي عايزة دايما تظهر إن هي الأقوى والصح وإن هي عمرها ما تغلط. دي عقلك يعيشك وهم الانتصار ويستخدم وسيلة دفاع على حسب طبيعة كل شخص. ممكن أنت تكون من الناس اللي بتستخدم الإنكار، يعني تنكر أصلا إنه ما حصلش حاجة، موقف حصل قدامك وشفته بعينك وحسيت بيه ومع ذلك مش قادر تصدق ابدا وبتنكر اي حاجه حصلت. لو حد انت بتحبه قوي وشفت منه حاجه مش كويسه تبتدي عقلك ينكر على انه يصدق انه الحاجه دي حصلت، لانه ده بيخليك مش قادر تستحمل صدمه ان انت تستقبل انه فعلا ده حصل منه. التانية اللي انت ممكن تكون بتستخدمها وهو التبرير، تقعد تجيب أدلة وبراهين على كل كلامك، المهم ان انت تثبت لنفسك وتثبت للناس ان انت صح حتى لو صح بالعافية. قدرت تقنع اللي حواليك وتقنع نفسك إن الحاجة دي ممكن تكون فوق مستوى تفكيرك وأنت مش قادر تشوف إيه اللي وراها. الحيلة التالتة بقى وهي الإسقاط، يعني أنت عارف إن فيك عيب كبير مثلا إن أنت كذاب، تطلع كل الناس كذابين وممكن تتهم اللي قدامك بالكذب لأنك عارف إن الصفة دي جواك وأنت حاسس بالعجز والنقص إن أنت مش قادر تغيرها. فأي صفة هتلاقيها في اللي حواليك بنفس الطريقة هترميها على اللي حواليك وتتهمها بيه وتفضل تعيب عليه وتنتقده. الآلية الرابعة بقى وهي آلية التنسك، بتلعب مع واحد صاحبك خسرت تقوم تقول له على فكرة أنا سايبك بمزاجي، ما وصلتش لهدفك في حاجة معينة تقولي لنفسك إيه، أنا أصلا من الأول ما كنتش عايز الحاجة دي، لقيت حاجة سعرها عالي جدا وكان نفسك قوي تشتريها ولما لقيت السعر عالي قلت لنفسك ده أصلا وحشة وتطلع فيها عيوب الدنيا. هي الخامسة وهي السخرية، لما أستاذ يتحرج قدام زمايله يفرغ كل الطاقة بتاعة الإحراج في موقف سخرية ويقلب الموقف ضحك وهزار، ودي أنضج أنواع آليات الدفاع. أما الآلية رقم 6 وهو الريبريشن، يعني الكبت، أنا مش عايز حد يتكلم في الموضوع ده ولا يجيب سيرته، أحاول أتناسى الموضوع وما افتكروش. ده من أصعب آليات الدفاع، لأن ما تفتكرش إن إحنا بننسى المشاعر، المشاعر لا يمكن أبدا تتنسي حتى لو أنت خليتها على مستوى اللاواعي أو كبتها جواك. كل ده بيأثر على تعاملاتك وسلوكياتك مع الناس بشكل غير مباشر. هي رقم 7 وهي آلية التصعيد، إن أنا أحط كل الألم وكل الحزن اللي جوايا في حاجة فيها مفيدة تفيدني وتثبت إن أنا على مستوى عالي جدا، زي مثلا طالب اتحرج قدام المدرس في الفصل فيبتدي يذاكر ويطلع الأول. أفضل الآليات وأنضجها بدل ما تكبت الحزن جواك أو تنكر الحاجة، فده بيخلي الألم كله يتحول لشيء أحسن بكتير من إن هو يضر صاحبه. رغم إن الآليات دي بعضها يحسسك بالارتياح شوية لو بررت الموقف، لو أنكرته هيخليك تحس بعدم احتكارك لنفسك أو يزود ثقتك شوية في نفسك قدام الناس، يخلي صورتك حلوة، لكنه هيعمل حاجة خطيرة جدا، هيخليك حد مش انت ومش انت، هيفصلك عن الواقع تماما. الواقع اللي بيقول إنك تفهم نفسك وتعرف أصل ردود أفعالك إيه، وإن أنت تستوعب كويس أوي إن مش كل حاجة رضا الناس، أهم حاجة أنت شايف نفسك إزاي، ومش مهم رضا الناس أو هما شايفينك إزاي. من فضلك بطل تقسو على نفسك، احترم نفسك، احترم ذاتك، تصالح معاها، عيش في سلام داخلي مع نفسك، ما تقعدش طول الوقت عامل اعتبار ازاي اعيش مع نظرة الناس، ازاي ارضي الناس، ازاي اتوافق مع رغبات الاخرين، وتنفصل عن نفسك وتنعزل عنها تماما.